الالحاد في المغرب هو واحد التيار جديد، يعني دخيل على الثقافه المغربيه ديالنا ودخيل على التراث ديالنا وداكشي اللي تربينا عليه. انا بالنسبه لي ما نقدرش نكون مع الناس اللي هما ملحدين، اللي هما خارجين على بالنسبه لي الدين الاسلامي، لانهم يقدروا يشوشوا لي افكاري ويغيروا لي افكاري، وربما انا نتبعهم في الطريق ديالهم. بالنسبه لي انا ما نقدرش نمشي معاهم. باعتبار اننا دوله اسلاميه ما يمكنش نعيشوا مع الملحدين في بلاد وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كيتعايش مع كفار عادي، شي حاجه عاديه ماشي. يعني بالنسبه للالحاد في المغرب حاجه عاديه. بالنسبه لي كصفه عامه شي حاجه عاديه ماشي مشكل. المسلمين يقدر، لكن المسلم ما يقدر يعيش معهم، ما كانش مسلم ما يقدرش يعيش معهم. ولكن بالنسبه لك رايك الشخصي، واش انك مقتنع انهم الموحدين يكونوا عايشين في المغرب واخا هو مغربي ولكن ما كيامنش بالله؟ بالنسبه لك انت عندك مشكل ولا لا؟ عندي المشكل بهادشي. لا، ما يمكنش نتعايش معاه، حيت حنا بلد اسلامي وحنا خاصنا نامنوا بالله والصلاه وبزاف د الحوايج. ما واحد نتعايش معاه نقدر ننصحو باش ما يديرش هذا الشيء. بالنسبه لك انت الملحد ما يمكنش تعيشي معاه؟ لا، ما يمكنش نتعايشوا معاه. بالنسبه لي شخصيا انا ما نقدرش نقول لك بان الملحد كيدير فكره والمسلم كيدير فكره. يعني ما يمكنش يتعايشوا بعضياتهم. انا عندي قناعات اسلاميه، فهمتيني، ما يمكنش لي. انا عندي ثقافه اسلاميه، عندي ثقافه اسلاميه كبيره، ما يمكنش لي انني نتعايش مع ملحد. واش نتعايش معاهم؟ انا يمكن مجموعه ناس كنت كنعرفهم انا كيقول لك استغفر الله العظيم بانه والله ما كاينش وهذا ما كاينش، ولكن ملي كتشوف الاحساس ديالو كتلقاه داخل ديالو نادم انه علاش قالها. ما نقدرش انا اصلا ما نقدرش ما نامنش بالله سبحانه وتعالى. تقدر تعيش مع الناس لا، انا اصلا ما كنريحش معاهم، ما كيصليش ما كنريحش معاه، ما كيكونش عندي الوقت. لقيتينا مريح انا دابا، انا والله ما كان ندير الوقت اختي. بالنسبه لدائره الالحاد بصفه عامه، واش ممكن تعيشوا معه ولا لا؟ كتنطبق على مبدا اساسي اللي هو حريه الانسان تقف عند حريه الاخر بطبيعه الحال.